في فيديو النهارده هشارك معاك 4 مشاهد كاملة بستايل فوكس خطوة بخطوة، بحيث في الآخر يكون عندك نفس الفنيات والأساسيات اللي تخليك تطبق نفس الستايل بنفسك. فلو حابب تتعلم أنيميشن باحترافية وتاخد شغلك لمستوى أعلى، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان نغطي فيديوهات أكتر مع بعض. ويلا بينا. بص يا شباب، احنا هنبتدي أول حاجة بإن احنا هنعمل كومبوزيشن، ودي الإعدادات بتاع الكومب اللي احنا هنختارها. أنا عملت 1920 في 1080 25 فريم. الديوريشن بس هو اللي ممكن نطوله ونخليه مثلا 15 أو 7 ثواني. كويس، 7 ثواني. أنا هسميه بوكس ستايل 01. ده أول مشهد هنشتغل عليه. هنبتدي بإن أنا عايز أعمل لير سوليد. أنا عايز اللون اللي هو يكون أوف وايت، لا هو أبيض أوي ولا هو ميل رصاصي. نسميه بي جي. بعد كده أنا عايز أعمل جدول بياني. هنحدد الستروك بس بتاعنا وهنختار لون زي ده. نشيل الفل خالص، مش عايزينه. نبدأ نقلل الستروك. ودايما هم فوكس ستايل بيحبوا إن دايما تكون الستروكس بتاعتهم رفيعة. ممكن نخليها مثلا 5. عايز أتأكد من إن الكومب بيفت. أعتقد إن هو الدنيا كده تمام. طيب هنعمل كمان سوليد، مش فارق اللون بتاعه. نرمي عليها جريد. عايزين بقى نخلي البداية بتاع الجريد هنا وهنا. هنقعد نغير في الإعدادات بتاعتها لحد ما تظبط معانا. أنا عايز أضيق شوية مربعات، ممكن كده وكده. الشيب بتاعي أدخل على الباص. أنا عايز بس إن أنا أصغر دي لتحت شوية بحيث إنها تكون على الخط بالظبط كده. بيرفكت. هنيجي بقى على السوليد بتاعتنا. أنا عايزها طبعا تكون أوفرلاي، بس أنا هاجي هنا وأقوم أعمل لها ماسك. جميل جدا. أنا عايز أغير بس في لون الجريد هنا، أنا بحس إن هو مش أفضل حاجة. هندخل على الإفكت كنترول. عايزين نغير الأول الستروك هنا ونغير في الجريد برضه. بس يعني الجريد احنا كنا مدينه اوفرلاي، فاحنا ممكن نضطر إن احنا نغير. هنعمل كومب للوايت سوليد. أنا عايز أزود الستروك هنا مثلا وأخليه 7 بحيث إن يكون في فرق بينه وبين الجريد. وممكن بالنسبة برضه للجريد نلعب فيه الماسك شوية بحيث إن هو ما يبانش إن هو قريب قوي من الخط البياني فيدخلوا في بعض. لا، أنا عايز يكون في بينهم فرق بسيط. هنبدأ بقى بالتول بتاعتنا، نبدأ نرسم كيرف. أنا هاخد اللون بتاعه هخليه من اللون التركوازي شوية. هنيجي على التريم باك. ده بلجن إضافي أنا ضايفه عندي على البرنامج، ومن خلاله هقدر إن أنا أعمل الحركة بتاع الكيرف. بس أنا عايز أكون بطيئة شوية، مش عايز تبقى سريعة أوي كده. عايز أقطع كمان من كده. أقطع كمان من كده. ممكن أخليها بكامل ال7 ثواني. حلو أوي. أنا هنا مجهز الكلام اللي هيتكتب. هبدأ إن أنا أعمل كوبي. التكست اللي أنا هستخدمه هنا هيكون يوروب جروتسك. هنصغر، وأنا عايز آخد اللون اللي هو أقرب للأسود بس هو مش أسود. أنا هاخد الفونت إيفورجيا، مناسب جدا. هنعمله دوبليكيت وهضيف زي السطر التاني. هخليه بنفس اللون بتاع البيان. هنبدأ بقى نحط الأرقام البيانية بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. أعتقد إن احنا محتاجين نصغر الخط شوية. مناسب جدا.
يمكن المشكلة دي أنا واجهتني قبل كده مع عميل، فكرة إن هو الدولار لازم يبقى دايما على الشمال يا جماعة، ما ينفعش يكون الدولار أبدا على اليمين. ده بالنسبة للإنجليش عامة، هما دايما بيخلوه على ناحية الشمال. أنا هسرع الجزء ده سريعا كده. كده احنا خلاص خلصنا الشكل الأخير. كل بس اللي أنا هحتاجه إن أنا أدخل أعمل كام جديدة، وعايز أعمل كمان نول. كنترول شيفت واي هيعمل لنا نول، نربط النول بيها ونخلي كله معانا 3D ما عدا طبعا الباك جراوند. نيجي هنا بي، ممكن نخليها أصغر شوية كده بس، ونقوم جايين هنا في الآخر ونقوم عاملين زوم بسيط، مش عايزين نزود الموضوع أوي يعني. عظيم جدا جدا جدا. طيب احنا ممكن نضيف شوية انيميشن. كل الاسيتس اللي انا هستخدمها دلوقتي في الفيديو هي اوريدي موجودة وهتلاقيها تحت في الديسكريبشن. هنبتدي سريعا كده ان احنا بس نقص الاطراف. فانا هبدأ اعمل زوم. انا نسيت ان انا احدد اعلى اللاير وعشان كده بيعمل معايا شيب. خد بالك كويس ان انت تكون محدد على اللاير قبل ما تبتدي تعمل ماسك. كده احنا قصيناه مع بعض، وانا يعني حاولت قدر الامكان بس ان انا اكون سريع، يعني انا ما ظبطتش قوي القص عشان بس التوتوريال، ولكن عامة لو في شغل حقيقي لازم انت تتعب شوية وانت بتقص. هنستخدم نفس السوليد بتاعتنا. هنضيف مع بعض التكست ده فوق، وانا عايز اغير الفونت. هنختار الفونت ده، ممكن الفونت كويس جدا جدا. كمان انا عايز استخدم في الخلفية الاوفرلاي دي. هنستخدم عليها افكت سي سي ريبيتايل بحيث ان هو يمد الجورنال، وهنخليها انفولد. ممكن نخليها كمان 10، ونحاول إن احنا نغير في المود بتاعها بحيث إن هي تنطق علينا أكتر. يمكن الدار كده كويس، بس أنا دلوقتي عايز أعمل ماسك، عايز أعمله في المنتصف بالظبط. مجرد إن أنا أضيف لمسة بسيطة كده في الخلفية، إن أنا مش عايز في النص حاجة تظهر. نيجي بقى نعمل ريكتانجل تحت هنا، نضغط على شيفت عشان يفضل الحواف معانا كلنا متحددة، كلها متحددة. هنشيل الستروك خالص، مش محتاجينه في حاجة. ممكن هنحتاج بس إن احنا نفتح الفل شوية كده، أعتقد كده أفضل. هنضيف إفكت الريبيتر ونزود الخبز. أنا يكفيني 5. أنا بس عايز أقربها كده من بعضها شوية، ممكن نخليها كمان 6 ونفتحها على الشيب كامل. ماسف جدا. يعني كده هنعمل كمان ريبيتر تاني، بعد كده هنعمل ريبيتر تاني وهنخلي لتحت، هنخليه لتحت. مناسب جدا جدا جدا. ناخد الشيب ده كوبي ونسحبه في المنتصف، بس المرة دي بقى عايزين نقلل
الأرقام شوية، فنيجي على الريبيتر ممكن نخليه 4 كده. ناخد تاني الشيب كوبي نسحبه، والمرة دي هندخل على الريبيتر 2 ونخلي الكوبيز 2 بس. ده بالشكل ده. بس أنا ممكن أحاول إن أنا بس أوسطنها في النص شوية، كذلك دي، بس يبقى كله متوسطن. تمام. أنا كده ممكن أجي بقى على الشيب 1 وأجي على الريبيتر 1 وأجي في الكوبيز وأخليها تتحرك من 0 بحيث إنها تزيد كده. ممكن آخد نفس الإفكت ده كوبي وأروح على الشيب 2 والشيب 3 ونعملهم بيست، وأعمل أوفست بسيط بينهم، أحدد على ال3 layers، وأروح على الموشن تولز وأعمل في السيكونس 5 فريمز، فيبقى بالشكل ده. عظيم جدا. عايزين نعمل له فيت، بس أنا ده حاسس إن التصميم كبير شوية، فيمكن دي برو تيبس. إن أنا دايما بحاول إن أنا أصغر الأنيميشن، مخليهاش حجمها كبير قوي في الكوم. ده بيدي نعومة أكتر في الأنيميشن، وبيبين إن أنت الشغل بتاعك سموث. فهنقلل شوية السكيل بتاعنا. عظيم جدا. أنا بس عايز إن أنا أبدأ أخفف اللون شويتين. ممكن نيجي على البروبرتيز ونخليه أقرب للرصاص شوية مثلا كده. كذلك بالنسبة للشيبس بتاعتي، عايز أخلي برضو الألوان متوحدة. بالنسبة بقى للشيبس دي، أعتقد إن هي مكانها مناسب. آخر حاجة بقى هنضيفها هي الأوفرلي دي، هنخليها بس فوق الجورنال. اتفضل. بعد ما ضفنا الأوفرلي هنعمل لها كلاسيك ديفرنس. مود الكلاسيك ديفرنس ده بقى هنخلي الأوباسيتي بتاعه 30. عظيم جدا. هنيجي بقى على النول بتاعتنا، عايزين نعمل في السكيل أنا ممكن كمان أخلي هنا السكيل يصغر أكتر، بس مش بشكل مبالغ فيه. يعني ممكن بس أعمل كتير 8/4 فيبدأ يزوم بالشكل ده. ندخل بقى على الكومب اللي بعده والسين اللي بعده. عايزين نعمل نفس النول بتاعتنا برضو تاني، هنعمل سوليد ميك كومب سايز. اوكي. نجيب الطيارة دي، وبرضو هتلاقي برضو كل الملفات دي زي ما اتفقنا تحت في الديسكريبشن. انا عايز اعمل لها بري كومبوز، كنترول شيفت سي، عشان لما اجي اعمل زوم فيها ما تقلش في الجودة بتاعتها. هندخل جوه الكومب بتاعنا. انا عايز ارمي على افكت التنت، اعمل زوم عليها بالبقرة، اجيب الراوند ريكتانجل وابدا ان انا اعمل هنا شيب. ممكن عن طريق الاسهم انعم او ازود الراوندنس بتاع الشيب. ابدا بقى ان انا اربطها بالطيارة. نبدا بقى ان احنا نعمل كريت للمقاعد اللي بتكون جوه في الطيارة. الفل زي ما هو عادي، او حتى لو انت شلته مش فارق كتير. اهم حاجة عندنا الاستروك، هنخلي الاستروك باللون الابيض اوف وايت، ونخليها مثلا 3. نصغرها كمان شوية. عايزين نصورهم كلهم بحيث إن هما يكونوا موجودين بالظبط في الطيارة، 4 كراسي بجانب بعض. هنصورها كده بالنور، نحركهم لفوق شوية. عظيم جدا. نبدأ بقى إن احنا نعمل لهم دبليكيت، نسحبهم
انا عايز ان انا اجي هنا على الطياره واقفلها عشان ما تتحركش معايا، وكذلك برضو الشيب اقفله بحيث ان انا احدد على الجزء اللي انا عايز اعمله دوبليكيت. ابدا اسحب لقدام كده كويس جدا. بعد ما احنا خلصنا طبعا بقى شيب، هنبدا ان احنا نشيل بعضهم. انا هشيل مثلا الجزء ده او يكفي ده، وكذلك الجزء ده. كذلك انا شلت الجزء ده، هبدا بقى ان انا اضيف بينهم وبين بعض شيب. تلاتة كتير، ممكن نخليه اتنين. واحد كمان اعتقد افضل. نسحبها دوبليكيت وننزلها لتحت. كذلك نسحب لون مرة كمان، نعمل دوبليكيت كمان مرة، دوبليكيت، دوبليكيت. كده الشيب بتاعي أصبح جاهز. هندخل بقى على الكومب الأصلي، نعمل لها هنا سكيل. ممكن إن احنا نخليها بالشكل ده هنا كده، من سكيل صفر. وعايزين نلعب برضو في البوزيشن بتاعه بحيث إن هي تيجي من بره، تيجي من بره كده. نحرك الكيرف بتاعنا، نبدأ نشوف الحركة. ممكن عايزين ننعمها شوية. جميل جدا. هنبدأ بقى نضيف التكست بتاعتنا. أنا عايز أستخدم نفس الفونت اللي احنا استخدمناه في الأول، إيفورجيا. احنا ممكن نقلل بس السكيل شوية ونخليها الجنب. هنعمل دبليكيت للتكست اللي فوق ونكتب السطر اللي تحت، وعايز أخليه رصاصي شويتين وأبدأ أصغره. هيبقى بالشكل ده. عظيم جدا. أنا عايز بقى أخلي التكست ما يظهرش إلا بعد ما دراع الطيارة يعدي من فوق. أنا عايز الطيارة تكون لفوق. حلو. أنا بقى هعمل هنا ماسك على الكلام نفسه، بس أنا عايز أعمل الأول كومبوزيشن تكست. نيجي على الكومبوزيشن ونعمل ماسك. حلو جدا. عايز أدخل بقى على الباص بتاعنا. هندخل على الباس هنلعب في الكي فريمز بتاعتها. نخلي دي هنا بالظبط ونرجع لورا هنا، عايزين نخفيه. وكده المشهد بقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ممكن ان انا اضيف برضو نفس الاوفرلاي اللي احنا ضفناها في المشهد اللي قبله، اعتقد هتبقى لطيفة جدا. فاصبح ان التكست بيظهر من ورا الطيارة. ندخل بقى على المشهد الرابع والاخير، فوكس ستايل 04. ده هنعمل فيه الخريطة مع بعض. الخريطة دي برضو هتلاقيها موجودة تحت في الأسيتس اللي في الفيديو. أنا عايز أجيب الخلفية البيضة برضو سوليد. أنا عايز بقى أعمل كمان سوليد وأحط عليها إفكت الجلد. أنا عايز إن أنا أزود الحدة بتاع الخريطة شوية، عايز أغمق اللون أكتر يبقى بالشكل ده.
هاجي على الوايت سوليد، اديلها تقريبا نفس الدرجة، وهقلل البوردر بتاعي. عايز احولها من كورنر لويتس واوسعها، نخلي مربعات صغيرة. انا بفكر كمان ان انا اغمقها اكتر شوية او افتحها اكتر شوية اقصد، بس يبان ان في فرق في البوردرز بينها وبين بعض. نخليه 3 كده مناسب جدا. انا بقى عايز ابدا اطلع كام، وعايز ابدا اعمل لها نول واربط الكام بالنول واخليها 3D، وكذلك اخلي الخريطة 3D. انا عايز اخلي برضو الجلد نفس الكلام 3D برضو معايا عشان تتحرك. هبدأ بقى ان انا اضيف الاليمنتس بتاعتي. انا عايز احط في الخلفية وراها دايرة باللون الاصفر. نشيل الستروك طبعا مش محتاجينه. الفل بتاعنا نخليه في اللون الاصفر، ونخليه ورا الشكل بتاع الوايت هاوس. مش كويس اوي كده. وكذلك عايزين نضيف الاهرامات، نضيفها برضو هنا. نفس الدايرة الصفرا برضو هنسحبها، ممكن نضيفها برضو هنا. نكبر الهرم شوية، وممكن إن احنا نغير اللون الأصفر. بفكر بصراحة إن أنا أغيره. ممكن ناخد أي لون تاني مختلف بدل اللون الأصفر. أنا أخدت هنا مثلا اللون الأحمر، وهضيف آخر إيلمنت معانا أنا عايز أتحكم في الجزء ده، وأضيفه هنا كده. بتأكد بقى إن أنا عامل للكل ده 3D عشان يتحرك معايا بالنول. أرفع النول والكام لفوق عشان يكونوا هم متحكمين ويبقوا باينين قدام عينيا. أنا عايز أزوم هنا، أقرب على اليابان، وبعد كده هطلع منها. عايز أدخل على البيت الأبيض. احنا ممكن بس نلعب بالسي كده، يعني نعمل حركة بسيطة في الخريطة. زي ما انتوا شايفين هنا بقى، ففي جزء في الجريد مش ظاهر، عايزين إن احنا نمده، فهنضيف افكت سي سي ريبتايل. نيجي على الرايت، نوسعه ونخليه انفولد. زي ما انتوا شايفين كده اتمد. هنا بقى انا عايز ان انا بالبين تول بشكل سريع كده ارسم او احدد حوالين الشكل بتاع الخريطة. عايز أحدد حوالين الخريطة بشكل سريع. هنيجي نحدد الفل بتاعنا ونقفله خالص، مش عايزين الفل بأي شكل. هنضيف ستروك. الستروك ده أنا عايزه باللون الأبيض أعتقد كويس. وأنا حاولت إن أنا أكون سريع قدر الإمكان، يعني أنا ما ظبطتش قوي
ولكن طبعا انت اثناء ما انت بتكون شغال انت بتحاول ان انت قدر الامكان تخلي كل شغلك مظبوط ما فيهوش اي اخطاء. عايزين بس ان احنا نخرجه لبره كل شويه بدل ما هو مختفي. عايزين نرفع الوايت هاوس ده لفوق شويه بحيث ما يغطيش او بحيث ان هو يغطي على الشكل نفسه بتاع الستروك. عايزين ندخل بقى في الار، وانا بفكر بصراحه ان انا العب في الار شويه بحيث ان الشكل بتاعه يبان ان هو كانه واقف. ولكن عامة انت بتهتم بالتفاصيل، انت اصلا شطارتك انت كانسان محترف ان انت تركز في اداء التفاصيل في شغلك، فده اللي بيبان قد ايه ان انت فعلا بتتعب في شغلك وفعلا بتقدم حاجة بريميوم للعميل اللي بيشتغل معاك. بس انا بصراحة متضايق يعني ما اقدرش ان انا انكر ده. انا بس عايز اظبط شوية كده. هنيجي بقى هنا في المرحلة دي المفروض ان هنا هيبتدي الستروك يبدأ يتحرك معايا. طيب انا عايز بقى انا اعمل الحركة بتاع الكام اللي هنا بحيث ان هي ما تبقاش حد قوي كده. انا هدخل على الجراف بتاعي وانا بفكر ان انا احرك ده جزء كده شويه بحيث ان انا اعمل زوم هنا كده فيبان وكانه بيطلع. تحفه. هو ده كل اللي احنا محتاجينه. بس انا هعمل حاجه اخيره، عايز اعمل دبليكيت للنول بتاعتي، اجي في البوزيشن اشيل الكي فريمز بتاعتي، اربط النول اللي تحت بالنول اللي فوق، واجي هنا اعمل بالبوزيشن بس كي فريم بسيط كده ان انا بعمل زوم بالفيديو. فيبقى بالشكل ده. ده اللي احنا محتاجينه. كل ما هنضيف بس كل اللي احنا محتاجينه احنا بس هنضيف البلور بتاعنا موشن بلور كده معانا كل اللي احنا محتاجينه. ودي كانت البداية، بس لسه في تريكات وتقنيات سرية هشاركها معاك في الفيديوهات الجاية، وانا متأكد انك دلوقتي تقدر تطبق الستايل بنفسك. اكتب لي في الكومنتس ايه اكتر مشهد عجبك، ولو عندك فكرة انيميشن حابب ننفذها مع بعض الفيديو الجاي، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حاجة.